تمكن ثلاثي مغربي إسباني من الفوز بصفقة إحداث واستغلال أكبر محطة لتحلية المياه بالقارة الإفريقية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في مشروع تبلغ قيمته 1 مليار دولار. ويتكون الثلاثي من مجموعة أفريقيا غاز المغربية، وشركة جرين أف أفريكا المغربية، ومجموعة أكسيونا الإسبانية الشهيرة ببنائها لأكبر محطة شمسية بالعالم في ولاية نيفادا. وستمنح هذه المحطة الضخمة لتحلية مياه البحر للجهة في زيادة القدرة على التعامل مع التحديات المائية المتزايدة نتيجة لتغير المناخ وقلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة، والتي ترتب عنها انخفاض كبير في مستوى الموارد المائية السطحية، خاصة بالحوضين المائيين أبي رقراق وأم الربيع. ويواصل المغرب السير بخطوات ثابتة في تنفيذ سياسة مائية استباقية تعمل على تحقيق التوازن المائي وتلبية حاجيات جميع القطاعات من الماء حتى في الظروف الصعبة، على رأسها تشييد السدود التي تشكل اللبنة الأساسية لهذه السياسة. وتأتي هذه السياسة المائية للمملكة المغربية الاستباقية نزولاً عند متطلبات التحديات المناخية والطبيعية الآنية والمستقبلية، وذلك بتعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية التي تهم بالأساس إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء وتحلية مياه البحر لدعم سد حاجيات الماء الصالح للشرب، خاصة بالمدن الساحلية للبلاد، بما في ذلك توفير مياه السقي بالمستوى المطلوب.